برنامجها الانتخابي وما يتضمنه من أفكار وأطروحات مستوحاة من الدعوة الربانية الفطرية والمتمثلة بسماحة الإمام الرباني السيد فاضل عبد الحسين الحسيني المرسومي. لذلك نرى أن الانتخابات والدعوة إليها هي فرصة أن نطرح ما يريده الله منا في هذه الساحة وفي هذه الساحة، وكذلك أن ندعو العاقلين من الناس أن يستمعوا إلى طرحنا ليكون لنا أتباعا قبل أن نذهب إلى صناديق الاقتراع وقبل أن نذهب إلى الخضراء لنعمل بما يريده الله لنا ويريده منا بقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن الطبيعي الله لا ينزل أحزاب، أي لا يؤمر باتباع أحزاب ما عندها إلا لغة الإرهاب والفساد وعقيدة الإطعام والإرزاق لله هو الرجوع إلى الماضي، ما عندها إلا الظن. وهذه أحزاب الشيطان الذي يحاول لعنه الله بنفس المسميات ونفس المصطلحات بنفس شعائر الإسلام أن يضل الناس عن طريق الرسل أو طريق الحق الإلهي الذي ما لا زال غريبا ولم يسلكه إلا القلائل من الناس. ونحن اليوم نخرج في هذا الزمن في العراق وتظهر هذه الأحزاب بالشهرة وبالكثرة وليس بيدها العصمة ولا النور ولا الحياة المثالية، فلا أراها تمثل الحسين أو تمثل الدعوة الإلهية لدولته الحقة. لذلك يكون الحق موجود وسط العراقيين وسط هذه الأحزاب، لكن لا يظهر الآن. نعم يظهر في مثل هذه المناسبات، يظهر مثل ما ظهر موسى في عيد أعياد قوم فرعون، يظهر في مناسبات قوم فرعون، كما أننا الآن نظهر في طريق المؤسسات بالعمل بطريق المؤسسات المدنية. ندعو الناس إلى الانتخابات وعدم تركها، وفي نفس الوقت نعمل بما يريده الله منا وهو التذاكر بأمر الله والتغذي بالنور باتباع إمام في مثل هذا الحفل، لنعطي فرصة للعاقلين أن يسمعوا طرحنا ويتبينوا مشروعنا، ولا يظهر هذا المشروع إلا ها هنا وحيث يكون الإمام الرباني مع من يعهد أنه تابع إليه وهو ذاهب فيه إلى الانتخاب، ولا يريد أن يملك صوت دون عهد، لا يريد أن يملك اسم موجود في البصرة قال إمام رباني ولم يشهد مع الإمام الرباني حياته ولم يعهد له ولم يعمل معه، كذلك لم يعمل مع حزب الداعي بنفوس الشعب، بل نريد أن نذهب بنفس الشعب الذي نحكمه ها هنا، نحكمه في هذه الحدائق، في الشوارع، في المساجد، في حيث يكون، في أين ما يكون، نحكمه ها هنا، نخدمه ها هنا، نربيه ها هنا، فنذهب به إلى الخضراء لنحكم أكثر ساحة أو أوسع ساحة من الناس وأكثر أناس سواء في العراق أو خارج العراق. هذا ما ندعو إليه من خلال هذه المؤتمرات، ونطمح أن يسمع نداءنا من يشهد تجمعنا واحتفالنا سواء في هذا المكان من بغداد أو غدا في غيره أو في غير محافظة، ولنكون مستفيدين كفرصة أن نوصل صوتنا ونقرأ طرحنا لمن يحيط بنا أو لمن يقرأ عنا إلى يوم الانتخابات كمناسبة.